رمضان كثير منا يستخدم الغاز والنار ويطبخ بشكل مكثف. أنا في هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية نبي ننقل لك معلومات ورسائل متأكد بإذن الله أنك بتطلع في نهاية هالسنوات وأنت مستفيد. أخطاء يسوونها كثير من الناس تسبب حرائق، تسبب مشاكل في البيت، تسبب التماس، بإذن الله أنك بعد هالسنوات تقدر تتلافاها. مهندس عبد العزيز الحربي، حياك الله. الله يهديك ويبارك فيك. وش أهم الأخطاء اللي الناس لازم تتلافاها؟ الله يعطيك العافية. أغلب في المنازل يستخدمون اللي هو القصدير على أساس يغطون سطح الفرن حمايته من الزيوت، النظافة يعني. صح. أسهل في النظافة. فغالبهم يغطون اللي هي فتحات التهوية اللي في الخلف. هذه فتحات مهمة وضعت إنه تطلع الحرارة الزايدة من الفرن مع هذه الفتحات، فإذا تقفلت تتخزن الحرارة في الفرن، وهذا ممكن يسبب انفجار للفرن بسبب إن الحرارة زايدة على نفس الفرن. قصدير في المنطقة هذه لا، هذه يسبب لك مشكلة. نفس فكرة اللي هي الفتحات العلوية، في فتحات تحت الفرن. الناس أحيانا يشيلون اللي هي أرجل الفرن بحيث أنها تكون على مستوى دولاب المطبخ. وهذا خطأ، يخزن الحرارة لأن في فتحات تهوية من تحت. إذا عندك فرن وشلت الأرجل رجعها الله يرحم والدينك عشان ما تسبب ضغط وحرارة وينفجر عليك. المنظم هذا أنت تركب من كيفك، أحيانا بعضكم يغير يقول أبي نار أقوى، هذا ما ينفع. هذا الفرن يكون فيه يعني لوحة فيها بيانات يكون مكتوب فيها المنظمة اللي تستخدمه، فالمكتوب تستخدمه. يعني لو استخدمت واحد ثاني ممكن يسبب مشكلة، راح يعطيك غاز أكثر من اللي يتحملها الفرن. يكون المشكلة مو في الفرن نفسه، يكون في المنظمة اللي تركب. لكل فرن موجود يعني لوحة مكتوب فيها هذه البيانات. زي هنا مثلا الفرن هذا مكتوب اللي هو جميع البيانات المستخدمة. شوف البيانات تجي وراء، من ضمنها هنا المنظم. هو 50 ملي بار. هذه وش يا عبد العزيز؟ هذه صابون كرة اللي هي ليات غالبا مستخدمة في البيوت. هذا اللي تحصل موجود في السوبر ماركت في محلات الغاز. هذا مخصص للغاز. شوف كيف معزول اسود وعليه برتقالي من فوق، هذا خاص الغاز. بالاضافه انه عشان تتاكد يعني اللي ما يكون الاصلي، شوف سهل انك تطلع اللي ما يناسب من الساعه. حلو. من الليل. بينما هذا مستحيل ما يطلع، استحاله انه يطلع، يعني مهما يبغى له قوه اقوى من الثاني بكثير. مهندس عبد العزيز، أنا كيف أعرف أن النار اللي طالعة الآن هذه طبيعية ما فيها مشكلة؟ تبين لي أن الغاز الأمور طيبة. النار